دحين يا قلبي ويا روحي اسمعني. لا اسمعك. ايش اقول لك شيء بس خايفة تزعل مني. اسمعي، مشيش زعل لنا، لا تذكر لي مصوب، لانك لو ذكرت لنا مصوب انا ازعل، ولو زعلت مستحيل اصالحك. لا احس جنبك حسك بعيد. انا والله ما قصدي على مسوق ولا حاجة، يكون اول شي فهمت. شو الصدق انا شو صارحك بموضوع ولي شهر مخبية لك وتعبت الصراحة. موضوع؟ ما هو الموضوع قولي. اني على تواصل بشخص في التليجرام. الله عليك، تقول نفس الوقاحة، يعني خيانة؟ ولا عينك تاجر صح؟ قومي قيامتك وفار متخانق، قال لك الا تواصل انا بحاجات اي عندنا، ولا هي من عاداتنا ولا من تقال عندنا. لو تشوف ما قال لي اخر رسالة، والله انك لا تذوب منها. انت داري ما قال لي دحين ناس يبوك صارح زوجته، قال لك هل اجيب عشان خاطري، وانا صراحة كنت اضحي عشانه. اسمعي بنت الناس، ما دام عند الخبر موجود بزي نفسك وانقل يلا بيت ابوك. لحظة دحين اسمع ما قال لي في الاخير. انت داري قال لي انتبهي لنفسك وعشقك بجنون يا مجنونتي. لا شكلك تمزحي صح؟ شكلك تمزحي انا داري. دحين عرفت منين؟ وعرفت ليش طلقت زوجتك عشانها؟ عرفت دحين من هو الخاين. طيب اسمعيني. لا اسمعني ولا حاجة، ابتانا لعبتك الآن وديني بيت أهلي، وانت ما فيك لا خير يا خاين. لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى بليس ما فكرت في ذا التفكير.